اهلا اهلا، مساء الورد. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. شوف الله يسلمكم، انا صورت المقدمه بس انمسحت. سناب شات ايش فيه؟ مسوي ابديت، لا اله الا الله، ايش صاير؟ مسوي ابديت و ابا هاو سناب شات مسوي ابديت، والاوادم اللي مسوي لها فولو ما ادري وين صاروا، وان فولو مو طبيعي عندي صاير. فما ادري يعني اذا احد شاف ان انا مسويت له انفولو، ترى انا مو مسوي انفولو حق احد. اوكي، هو سناب شات قرر على ما نكتشف منو مسوي له انفولو ارد اسوي لكم فولو. المهم ايه شنو سويت؟ اول شيء حطيت تارا، نفس روتيني تارا، بعدين مرطب ما اقدر اتكلم عنه الحين. انزين، وبعدين حطيت بوبي براون، هذا على وجهي وهذا على عيوني. اقول لكم انا مع الادويه، انا قاعد اخذ دواء شو اسمه، يرخي الاعصاب، فحرفيا يرخي كل شيء. يعني شوف الله يسلمكم، انا اخذ ادويه اوكي حق ظهري. شنو الادويه؟ واحد من الادويه يعالج الالتهاب، وواحد من الادويه يرخي اعصاب العصب اللي يضغط عليه الديسك. فهذا ما اللي يرخي، مو بس يرخي العصب، يرخي كل شيء. اصير كذي، اصير زومبي بيسكلي، يعني خايس الشعور، خايس الى اقصى درجه. فاليوم قعدت الصبح انا زين الحمد لله ما فيني شيء، استوعب انه من الادويه هي اللي تخليني كذي. فقلت اسوي توتوريال وانا كل شيء تحت السيطره، كل شيء تمام، بعدين اخذ الادويه وانهار. اوكي، راح نجرب هذا الفاونديشن مرة ثانية، نجرب طبقة واحدة عشان نقيمه تقييم جيد. اليوم عندي تصوير وايد فيديوهات، وبعدين عندي جامعة رفيجاتي. بلش بأسئلتكم يا أحباب. كيف أتغلب على شعور الفشل؟ ما في شيء اسمه فشل، في شيء اسمه تجارب غير ناجحة. حاولوا انك انت تدورين على ليش هذه التجربة ما نجحت، شنو أسباب عدم نجاح هذه التجربة، وحليها. وردي عيدي التجربة بالنولج الجديد اللي عندك، وإن شاء الله تنجحين. وإذا استمر الفشل يعني أكثر من مرة، شفتي شنو الأسباب واستمر الفشل، يمكن هذه التجربة مو تجربتك، غيري التجربة، خذي تجارب مختلفة ثانية. ما في شيء اسمه فشل يا عمري، بس عاد simple and easy. دلال، هل كان عندك نية ثراء قبل لا تدخلين السوشيال ميديا؟ ولما كنتي طفلة ايش كان حلمك تصيرين لما تكبرين؟ ما كان في نية ثراء لما بلشت السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا ما كانت تطلع فلوس حزتها، ما كان في شيء اسمه إعلانات، ما كان في شيء. يعني كنت مبلشة أبي مكان أطلع فيه طاقتي، لأن كان ما عندي وظيفة، كنت أبي أشغل نفسي يعني. فأنا لما بلشت السوشيال ميديا أساساً صارت، فقوانين السوشيال ميديا والإعلانات وما شنو يعني انخلقت وأنا قاعدة، يعني كنا قاعدين نجرب. فأذكر أول مرة خذيت مبلغ على إعلان كان يمكن بعد سنة ونص من بعد ما بلشت السوشيال ميديا، وكان من خلال شركة غالية. وقعت معاهم وقالوا لي ترى أنت تقدرين تطلعين فلوس من اللي أنت قاعد تسوينه، تصرفيني really اوكي let's try it. اوكي، وقعت معاهم وصرت صاروا يجيبوا لي اعلانات وكذي. وبعدين كبرت وطلعت، صار عندي التيم مالي بروحي وبس، يعني كذي يعني كبرت. وهذه قوانين كانت قاعد تطلع، واحنا كلنا كنا we're figuring it out، يعني ما كنا فاهمين شنو السوشيال ميديا، شلون السوشيال ميديا طلع فلوس شلون. المهم بس فكرة شلون استقل، يعني لما استقليت ماديا وصار عندي فلوس قاعد تجيني
وانا ما كنت يعني انا كنت موظفه، كان عندي معاش، المعاش هذا يتقسم بطريقه معينه، فلما فجاه يصير عندك مصدر مالي اكبر يصير في خلل، ما تعرفين شلون تتصرفين بالفلوس. فهمتوا؟ بعدين خذيت كورسات ثراء ما ثراء وبلشت اعرف شلون اتعامل مع الفلوس واغير برمجياتي وكل هالامور. بالنسبه حق شنو كان حلمي لما كنت طفله، عادي، احلام عاديه طبيعيه نفسكم، بس نفس ما قلت لكم وتكلمت بهالموضوع من قبل، انا كنت ابي اكون مشهوره باي مجال من المجالات. كنت احس ان انا راح اصير مشهوره، بس شلون وليش ما ادري. بس مسولفين وايد عن هالموضوع، فخلنا نشوف شيء احنا مسولفين عنه. وات لحظه، كل الكويتيات يلبسون زي بعض؟ يعني نفس الانفلونسرز، نفس البنات العاديه، ما عندكمش ناس تطلع ببيجامه وفوقها عبايه او كوت وسليبرز؟ اكيد في يعني، بس يعني الحمد لله اغلبنا مو كذي الحمد لله. لا انتي لو تجين الكويت اكيد انتي مو وياي الكويت، اصلا في بنات اكشخ من الانفلونسرز، يعني لازم تكونين فاهمه هالنقطه يعني. ف في بكل مجتمع ناس ما لها خلق، بس انا ما اشجعهم صراحه. انا ما احب اطلع وانا مبهذله، ما احب، حتى لو بروح جمعيه، حتى لو بروح اترس بنزين، ما احب اطلع وانا مبهذله، ما احب اطلع ببيجامه، ما احب يعني، ما ادري، انا مو كذي. اكيد في ناس كذي، انا مو كذي، وانا الاغلب اللي اعرفهم مو كذي. ف لا تعالي الكويت شوفي الكشخه، راح تنهارين ما شاء الله البنات. شفتي فستان الاميره ايمان بن عبد الله؟ اي والله شفته، شفت العرس وتابعته وكان وايد حلو بالنسبه لي، ووايد حبيت البساطه وانه ما يابوا اليهده صراحه. انا حبيت مكياجها، حبيت تسريحتها، حبيت التاج، حبيت الطرحه، حبيت انا حبيت، ما ادري، وايد قاعد يطلعون بالسوشيال ميديا انه بسيط وش دعوه، انا حبيت، حلوه البساطه، مريح، العرس مريح حق العين. أبوي على طار العرس، في نفس اليوم أو نفس الحزة كان في عرس ثاني حق مطرب مصري، ما أدري شنو اسمه، ما أعرفه، بس شفته بتيك توك يعني، وقاعد يقارنون بين العرسين، وهذا الشيء مقارنة ما له داعي وما تصير أساسا يعني، ما يصير تقارنون، ما يصير، it doesn't make sense. بس العروس بالعرس مال المطرب فجأة دشت زين، كان تسجد وهي لابسة عروس، سجدت بالأرض، اهبدت لفترة زمنية يعني حق خلينا نقول دقيقتين ثلاثة، انه يعني نفس تحمد ربها ان الله زوجها بيسكلي، وتحمد ربها على هذا الانسان اللي خذته. وات ذا هل؟ ايه ده انا ما فهمتش، ما اعرفش، ما حبيتش خالص، ما ادري يعني، خلوا العرس كله بصوب كيفهم، هذه طريقة وراثتهم يعني، obviously كيفهم يعني، الله يونسهم بالعافية. السجدة شكو تبين تصيرين ترند؟ وايد خايس، ما ادري يعني، انتي عروسة، هذه ليلتك، انتي تهبدين على الارض وانتي عروس، شاكو ساجدة، شاكو شايل ترند الخايس. لا والله وايد سيء اللي سويته صراحة يعني، ما حبيت. هنشوف سؤال ثاني لحظة بس، لأن لا المشاعر تأججت لما شفت المنظر صراحة. ما أدري هذا السؤال ما أعرف جواب الصراحة، هل أؤمن بتوأم الروح؟ ما أدري، ما بحثت وايد بموضوع توأم الروح. مرة شي جاية بسوي سيرش يعني عشان أفهم، كان يطلع لي فجأة توأم الشعلة وتوأم، صار فيني وايد لويا ما بي، وايد معقد الموضوع، في أشياء ثانية قاعد أشتغل عليها، ما بعقد نفسي. شنو انتوا قولوا لي ايش يعني اوكي الحين انا سنجل زين،
شلون اعرف انه هذا توأم روحي مثلا يعني؟ وهل توأم الروح يظل توأم روحي للابد يعني؟ وهل هو بس توأم الروح؟ هل لازم يكون شريك ولا عادي يكون صديقة؟ وايد اسئلة عن هذا الموضوع. سولفوا لي، خلنا نشوف رايكم بهذا الموضوع. تفضل. غريبة مكياج الأميرة إيمان عجبني، أنا أحب الأشياء الثقيلة. لكل مقام مقال يا عمري. شوفوا الميك اب مرتبط باللبس، مرتبط بالتسريحة، مرتبط بالثيم مال الحفلة اللي بروح لها. يعني هو الميك اب مو شيء منفصل عن كل شيء متواجد، خصوصا إذا كان حفل يعني. فلا عجبني لأن أساسا هي ملامحها ناعمة، وهي مو من النوع اللي تحط ميك اب صارخ يعني. بس عاد فاي والله عجبني مكياجها، عجبني. كنا هنداش حط لها الميك اب. حبيت ابوي وايد، حبيت ان هم ماخذين مصممين وميك اب ارتست وهذا كلهم اردنيين. وايد حبيت نفنوفها مال الحنه اي ثينك مصممه اردنيه، وبس حطت الحزام اللي امها كانت لابسته بعرسها. خير. وايد ما عجبني لما دشيت على الكومنتس الحين المصممه مستانسه وحاطه فيديو طلع لي بتيك توك ان هي يعني شرف كبير لها ان هي تشتغل، او ان هي اختاروها انها تصمم الفستان مال الحنه. دشوا الكومنتس، ترى حيل عادي، ابوي اصلا اقل من عادي اصلا. انزين البنت فرحانه، خلوها فرحانه حتى لو عادي مو ذوقكم. شاكو اوكي تصميم بسيط، اما هم طالبين انه هو يكون بسيط، كيفهم. ابوي كمية الامراض اللي موجودة بالكومنتس مو طبيعي. انزين مو عاجبك عادي، لا يعجبك، بس لا تقعدين تطيحين من حظ المصممة وهي مستانسة. ترى شيء وايد عظيم ان انا كمصممة اميرة تطلب مني ان انا اصمم لها، اميرة بلدي يعني، واميرة بلدي وبيوم وايد كبير بالنسبة لها وتاريخي وكل الناس راح تتكلم عنه. يعني الفرصة ترى فظيعة ما شاء الله، يعني هذه نعمة أكيد بتحمد ربها وبتستانس على هالفرصة الجميلة. دش أنا بالكومنتس أقمتها مسكينة. لا والله روحي استانسي، بالعكس برافو عليك، برافو عليك والله العظيم. الناس غريبة. وايد طولت الايلاينر اوفر، يعني ايش دعوه يعني، بعد وصلي بشعرك اوفر، بس هذا اللي طلع معي ما راح اشيله. تقول لنا عندي مواهب متعدده، الناس تشوفها ميزه، انه وين ما انحط ابدع، بس انا فعليا حاسه بضياع، مو عارفه ايش ابغى وين وجهتي، هويتي ضايعه. فهمتي؟ فهمت يا عمري. شوفي يا حياتي، طول ما انت قاعده وتحسسين نفسك بهذا الضياع ما راح تلاقين هويتك. وبعدين الهوية مو شيء تلاقينه، مو شيء موجود كاو دليت طريقه لقيته. لا، الهوية تبنى، انت تبنين هويتك. قومي حطي نفسك بكل هالاماكن اللي تبدعين فيها لين تكونين هوية وتشوفين انت وين قوية، في بشنو انت قوية وبشنو انت تبدعين اكثر شيء ويشعرك بالسعادة، واستمري فيه. انت مو ضايعة، انت قدامك الطريق، بس انت ما قاعد تبلشين فيه. بلشي ابني هويتك يا عمري، ايش قاعد تنطرين؟ دامك تبدعين بكل مكان، قومي يسوي ابداعاتك بكل مكان، نشر الابداع. هل في عروض قريبة على عطورك؟ دلاليد، عطور دلاليد ما يصير عليها عروض، ولا يصير get 1 get 2 get 1 free، لا ولا خصومات ولا كود خصم ولا شيء. ليش؟ قيمة العطر ما تسمح يا حبايبي، ما تسمح. البراند مو كذي يعني. لما شانيل يسوي take 2 get 1 free انا اسوي، عرفتوا؟ لازم تفهمون ان كل براند له قيمة وكل براند له قوانين معينة. فبراند دلاليد ما يندرج تحت
البراندات اللي يصير عليها عروض. شكرا. اوكي، شحن الموبايل خلص، شحن الاضاءات خلص، اتوقع ان نكتفي بهذا القدر من الاسئله يا بناتي، لان هم لازم احضر حق الفيديوهات اللي بصورها، المصور جاي بالطريق. فاتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا من هذه الفقره. شوفوا مبدئيا الفاونديشن وايد ناشف، يعني ما حطيت طبقتين، حطيت طبقة واحدة بس ستيل نشفان. وجهي ما في وجهي مو نشفان، هذا اللي اقدر اقول لكم عنه. فنشوفه ليه بالليل، نشوفه، وهم نشوفه بالتصوير بعد حلو ولا لا اقول لكم، بس لهذه اللحظة نشفان. اي شفت ايه. يلا دمخي، يلا دمخي، يلا ورانا 3 فيديوهات. بس الإضاءة شنو روعة. أهلا أصدقائي، الحمد لله خلصت تصوير، الحين بروح عند رفيجاتي. عندنا يمعة اليوم، بس قبل لا أطلع بقول لكم رأيي في فاونديشن كات فون دي الجديد. ما عجبني، ما عجبني نهائيا نهائيا. أول شيء أول ما قعدت قدام الكاميرا كان يقول لي المصور شنو شيء جديد بمكياجك؟ قلت له الشيء الوحيد في الفاونديشن. يقول لي وجهك أخضر. فتأكسد، وأنا سمعت إنه يتأكسد، بس يعني تذكرت إنه يتأكسد لما قال لي إنه وجهي صار أخضر، يصير فيني إيه هم قايلين الفاونديشن يتأكسد. إنزين، هذا واحد. اللي أهم من إنه هو يتأكسد، وايد خلى وجهي يبين إنه هو جاف وهو مو جاف. أنا بشرتي مو جافة، هذا واحد. 2، أنا أرطبها ترطيب مو طبيعي قبل لا أحط الفاونديشن عليها، وايد شكلها جاف، وكل تجعيدة برزها، طلع لي مسام وأنا ما فيني مسام. يعني بوريكم نبذة بسيطة، زين، نبذة بسيطة جدا. شوفوا أنا هذا المنظر يذبحني، هذا التكتل هذا، شوفوا مسام، ما أدري. هني واي لا أنا وجهي مو كذي، واي ما ناسبني. اللي ناسبهم عليهم بالعافية. شكرا.